السلام عليكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أم وسيم. اليوم جيت نحضر معكم واحد الكغاتا اللي اقتصادي بدون لحوم والبنة يجيبني يهبل. هنايا عندي البطاطا سلقتها بها بقشورها ومن بعد نقيتها قطعتها هكا دوائر. عندي زوج بصلات كبار اللي قطعتهم هكا طويل، وعندي فص نتاع الثوم، وهنايا لاصوص بيشاميل اللي راني محضرتها معكم. درت نص يوطرو تاع الزيت، سمحوا لي، نتاع الحليب مع زوج معالق كبار مقبين نتاع الفارينة. درت فيها فلفل الكحل، الملح، الموسكات شوية، ونزيدوا لها ان كوب نتاع جامبون اللي هو اللي راه غادي يعطي البنه لهاد الكغاتان، تجي بنين بنين بزاف. هنايا طريقه التحضير: عندي هاد البصله درتها تتقلى، زدت عليها شويه فلفل الكحل وشويه تاع الملح، ومن بعد ما هودت شويه زدت عليها هذاك الفص نتاع الثوم، وهنايا خليوها طيب مليح تتكراميليزا. انا هنايا نستعمل هذا الفرomاج تاع اختيفلات، هو سبيسيال باش نديرو به الكغاتا. بصح بالنسبه في البلاد الا ما توفرشكمش عندكم هذا، استعملوا الكامونبير بريزيدون حتى هو يذوب. انا راني ديجا جربته تما وداب لي، يعني يجي مليح حتى هو في الكغاتا. هنايا جبت البلا اللي يدخل للفوق، عملت فيه شويه نتاع الدهان، وبقيت نبلاصي هذيك البطاطا اللي عندي مسلوقه، درت فيها لا مواتي. ومن بعد نجيب هذيك البصله، شوفوها خليتها حتى تكراميليزات، تجي واحد فيها واحد البنه مليحه. درت فوقو داك البصله، وعاود زدت فوقو البطاطا اللي كانت باقيت لي. ومن بعد ما طيبت هذيك لاصوص بيشاميل، زدت كبيتها من الفوق. هنايا سمحولي، هذاك المقطع راه مشالي، يعني راها واضحه. ديروا البطاطا اللي متبقيت لكم وتحطوا فوقها لا بيشاميل. جبت هنا هذاك الفرomاج قطعته هكا طويل وبقيت نسدف فيه من الفوق، تعويض على هاد الفرماج. وإلا ما حبيتوش ديروا كاع الكامونبير. كي طيبوا لاصوص بيشاميل من بعد ما تطفيو عليها، ديروا كميه لا باس بها من الفرomاج فوندو، فرomاج بورسيون ولا تاع الميزان. ديروه وجيبوا الميكسور وطحنوها، تولي كومين صوص، يعني خاتره تجيك تعوض لكم هاد الفرomاج. وهنايا من بعد ما سطاليتو كامل هكا، راني غاديه ندخلو للفرن. شوفوا داك التبقبيق وداك لا بيشاميل كيفاش تجي بنينه مع الفرماج، يطلق هذيك البنه تاعو. صراحه خفيف ظريف وبنين بزاف واقتصادي. نتمنى انني نكون فتكم في هذه الوصفه، والى عجبتكم ما تنساونيش من لي كومونتير واللي جام. وهنايا نخليكم تشوفوا الكغاتان كيفاش جا، يعني مشمخ، ما يجيش ناشف. وهنايا نقول لكم مع السلامة في فيديوهات أخرى إن شاء الله. هنايا ديما نخلي لكم هاد اللحظة الأخيرة، يعني الصورة تعبر على نجاح الوصفة.